النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا. موضوع بقاله فترة كبيرة جدا منتشر ما بين الشباب، يعني أغلبية الناس اللي بتعمل الحاجة دي الشباب. ومصر جت في المركز الخامس. مصر دولة جمهورية مصر العربية جت في المركز الخامس كدولة بتستخدم البرنامج ده. اللي انا طالع اتكلم فيه، انا مش طالع اتكلم في ان انتوا يا جماعه لا، احنا طالعين نتكلم عشان نفهم الناس ونوعيها. والاهم من ده كله ان انت لو عندك شاب او عندك ابنك بدايه مثلا من قول 14 15 سنه فيما فوق، لاحظ او خليك رقيب على التليفون بتاعه. كلنا عارفين وكلنا دلوقتي حاليا بنستخدم الموبايلات. مفيش حد ما بيستخدمش موبايل من اول ما هو 3 سنين بقى بيستخدم تليفون. ولكن اللي انا جاي اتكلم فيه هو برنامج انتشر بنسبة 1,000,000,000% في المجتمع المصري بتاعنا. وكلنا عارفين برنامج المراهنات، مش هقول على اسمه، تمام، ولكن اكيد الناس بقى عندها علم بيه. واللي انا اكتشفته ان بعيدا عن ان مثلا ان في شباب مثلا من زي ما قلت لكم كده من 17 18 سنة او ناس يعني يقال عليهم ان هم شباب، اللي انا اكتشفته ان في ناس كبيرة متجوزة ومخلفة وبتلعب البرنامج ده وبتستخدم البرنامج ده. ولما تيجي تكلمه يقول لك حاجه كده بتجيب، عارف انت اللي هو بتسد بس مصاريف البيت. ايه يا صاحبي؟ ده حرام. ربنا نهى الميسر. ربنا نهاه. ده ممنوع دينيا. يعني الحاجه دي ممنوعه، ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها. فانت ما تحللش الحرام. يعني الناس بقى، ودي اللي عندي مشكله معاهم بصراحه، الناس اللي بتحلل الحرام هم دول. الناس اللي هو لا، ما عادي. الناس اللي بتشتري الدنيا دي بمغرياتها. ما الدنيا دي خلي بالك فيها مغريات كتير جدا. فالناس بتشتري الدنيا بمغرياتها، ما بيشتروش الاخره. فتيجي تتكلم معاه يقول لك ايه بقى؟ اصل ده بيسد مصاريف. انت شايف الدنيا وشايف الغلا وشايف إيه يا باشا؟ وعشان شايف الدنيا وشايف الغلا تقوم رايح تعمل حاجه حرام ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها؟ كانش حد غلب على كده. الخمره بالنسبه لنا حلال، نشرب خمر عادي. الزنا، نحلل الزنا بقى. الكلام ده كله بقى نحلل الحاجات دي كلها بقى. خلاص بقى، ما احنا شايفين ان الحاجة الحرام بنحللها عشان تمشي على مقاسنا. انت فاهم حاجة؟ فيا جماعة يعني يا ريت نخلي بالنا من، وده اللي انا بتكلم فيه بقى، اللي عنده طفل، اللي عنده شاب او من 14 سنة في سن المراهقة فيما فوق، يبتدي ان هو يراقب التليفون بتاعه، يبتدي يشوف استخداماته، يبتدي يتابع السلوك بتاعه، سلوكياته في البيت بقت عاملة ازاي. اكيد هتلاقيه متغير. اكيد هتلاقي طريقته متغيره معاك. اكيد هتلاقي طريقته متغيره في البيت. بيطلب حاجات كتير، ماسك التليفون كتير. خليك رقيب عليه في البيت. خليك رقيب عليه في البيت، لان الحاجه دي حرام. ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها، ودي ما فيهاش نقاش. ما ينفعش ان انا وانت نتناقش فيها اصلا. يعني ما تجيش تقول لي اصل وجهة نظر في ايه يا صاحبي؟ انت بتتكلم في ايه؟ وجهة نظرك في ايه؟ في حلال وحرام. انت كمان هي وجهات النظر دخلت في الحلال والحرام. ده ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة خلي بالكم، خلي بالكم من عيالكم، خلي بالكم من الناس اللي حواليكم. لو حد جنبك بيستخدم الابليكيشن ده، حاول بشتى الطرق ان هو يوقف استخدامه، وما تخلوش يقنعك باسبابه، لان اسبابه هي غير مقنعه بالمره ايا كان هو بيستخدم الابليكيشن ده في ايه. لان الابليكيشن ده عليه ماتيريالز كتيره جدا وحاجات كتيره جدا يقدر يجيب منها فلوس وكلها حرام. فما تخلوش يقنعك بحاجه هي مش موجوده بس. وربنا يعفو عنا، ونسأل الله العفو والعافية. ويعني يا رب، يا رب محد يستخدم الابليكيشن ده ولا حد يعرف عنه اي حاجة يعني.